لو في حيوان وقع في مشكلة ومحتاج مساعدة، محدش هيقدر يساعده غير الإنسان، بغض النظر إن كان الحيوان ده مفترس أو أليف. ولكن محدش هيقدر ياخد الخطوة دي إلا إنسان شجاع، والأكتر من كده عنده رحمة ورفق بالحيوان. لأن الحيوانات بتتعرض لمشاكل بسبب الطبيعة البرية اللي عايشين فيها، ولكن أوقات ما بيعرفوش يعدوا المواقف دي إلا بمساعدة بشرية. عشان كده هنشوف مع بعض حيوانات طلبت المساعدة من البشر بطرق غريبة جدا. وأتمنى فيديو زي ده إنه يتشاف عشان ينشر فكرة الرفق بالحيوان، لأن في الأول وفي الآخر دي أرواح وبتحس زينا. وياريت نوصل الفيديو ده ل6000 لايك مع بعض. ولو مش مشترك على القناة اشترك وفعل الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا دايما. الدب ده حاول انه يطلع الشجرة عشان ياكل اي حاجة، ولكن للأسف راسه اتزنقت في الشجرة زي ما انتوا شايفين. ولحسن الحظ الناس المتخصصة دي كانت موجودة، لأنها قطعت أغصان الشجرة بكل إتقان عشان تحرر الدب، والحمد لله الدب رجع تاني. حيوان الأرماديلو من الحيوانات اللي ما عندهاش قدرة على السباحة. الأرماديلو ده كان في نص البحر بقاله فترة، ولحسن حظه إن الناس دي عدت عليه وشافته وساعدته وطلعته بره المية. الأرماديلو من نظرته تحس إنه عارف إنه كان هيموت. الثعالب كائنات حذرة جدا، ولكن انحدر الجوع للأسف ما بيهمهاش، وبيبتدي يدور على الأكل حتى مع البشر. الثعلب المرة دي كان أول مرة يشوف المكرونة النودلز، بس الحمد لله عجبته. الفار الصغير ده اتحبس في مصيدة، ومن خوفه كان بيصرخ من الإنسان اللي قدامه، بس لحسن حظه إن الإنسان ده كان بيحاول يحرره مش أكتر. صدقني انت لو في مصر كان زمانك مهري بالمية السخنة. الغزالة دي اتحبست جوه صندوق ومش عارفة تحرر نفسها، بس الحمد لله ربنا بعت لها ملاك حارس يحررها وما يخوفهاش. الفيل الصغير ده وقع في حفرة كبيرة واتفرق عن عيلته، والفيل عموما لما بيقع في حفرة زي كده بتبقى نهاية حياته. العيلة دي ابتدت تطلب المساعدة من البشر، والبشر اللي جم جابوا حفار ومعدات مخصوص عشان يساعدوه. تخيل لو كنت مكانه هتتمنى ان حد يشوفك ويساعدك ولا لا؟ لحظة تجمع العيلة دي بالفيل الصغير الصراحة من أحلى الحاجات اللي شفتها في حياتي. الحيوانات الأليفة طبيعي تطلب مساعدة البشر، ولكن الحيوانات المفترسة لما تطلبها أكيد هي في أشد الاحتياج ليها. الذئب ده كان شكله ميت من الجوع، لأنه استنى ظهور أي إنسان عشان يطلب منه الأكل. الصراحة المواقف دي هي اللي بتبين قلب الواحد عامل إزاي. وجود قطة صغيرة في نص الطريق يحسسك إنك سايب طفلك في الشارع. الشخص ده لما سمع صوت القطة في موقف السيارات ما ترددش ونزل جابها وقدم لها بيت، والأهم من كده أسرة كمان. البطاريق غذاء الحيتان القاتلة المفضل، وعشان كده ممكن تلاقي بطاريق بتنط من المية عشان تنجو بحياتها، ولكن البطريق ده اترمى في حضن الناس دي كأنه يعرفهم من الخوف والرعب. البطة الصغيرة دي من الشمس جالها جفاف وأغمى عليها، وأي حيوان بيتعرض للموقف ده بيكون ميت لو محدش لحقه، ولولا إن الإنسان ده اتدخل بسرعة وساعدها ما كانتش هتبقى عايشة لحد دلوقتي. الجوع بيبقى صعب قوي على الحيوانات. الثعلب ده من جوعه راح وما حطش في دماغه إن الإنسان ده ممكن يضره، ولحسن حظ الثعلب إن الإنسان ده قرر يشارك الثعلب أكله ويأكله بإيده كمان. بطة سمعوا صوتها وسط الصخر، ومن حسن حظ البطة دي ربنا بعت لها الناس دي عشان تطلعها من اللي هي فيه وتساعدها وترجع لعيلتها من تاني. الكلب ده واحد لقاه بينده عليه عشان يجي معاه، ولما وصلته لمكانها اكتشف انها وبتنده عليه عشان ينقذ طفلها. الصراحة ذكاء من الأم وقلب رحيم من الشخص اللي قرر يساعدها، ودلوقتي الشخص ده كسب أصحاب جداد. حيوان الفقمة ده كان متعلق حوالين رقبته كاوتش عربية، وما كانش مخليه يتنفس أو يعيش حياته كويس.
ولكن ربنا بعتله الناس دي اللي قدرت تساعده. ربطوا الكاوتش بخطاف وابتدوا يسحبوه لحد ما نجحوا. الصراحة الرحمة صعبة بس أجرها كبير جدا. الراجل ده وهو ماشي في طريقه اكتشف كلب متسرب على الطريق لوحده. الكلب كان صغير جدا وبمجرد انه شاف حد يساعده كان بيعيط من الفرحة. الراجل ده قرر انه ياخده معاه ويتبناه في بيته مع القطة بتاعته. القرود حركتها كتيرة وبسبب كده قرد صغير اتزنقت دماغه بين عواميد الحديد، وبسبب خوف أمه عليه محدش كان قادر يقرب منه تماما. ولكن الناس دي ما استسلمتش وقررت تساعده. لحد ما قدروا يفكوه. عمال إطفاء الحريق أثناء سيطرتهم على الحريقة لقوا قطة صغيرة مغمى عليها من الدخان. ولكن الناس دي بتتعامل إن كل روح ليها حق إنها تعيش، وقرروا ياخدوها ويعملوا لها كل الإجراءات الصحية لحد ما فاقت كمان. لو انت مكان القطة دي كنت هتتمنى ربع المساعدة دي صدقني. بغبغان جاله جفاف في نص الطريق بسبب حرارة الجو، والجفاف بالنسبة للطيور يعني الموت، لأن الطيور قوتها في الأجنحة اللي بتطير بيها. ولكن من رحمة الشخص ده إنها خدته واهتمت بيه في البيت لحد ما فاق واتبنته كمان. الحيوانات الصغيرة للأسف ما عندهاش إدراك الخطر، وعشان كده البقرة دي رمت نفسها في وسط المية، ومن حسن حظها إن الولد الشجاع ده رمى نفسه وراها عشان ينقذها وما همهوش أي حاجة. وصدقوني لولا إنه نط في الوقت المناسب البقرة الصغيرة دي ما كانتش هتبقى عايشة لحد دلوقتي. النسور حيوانات ليها كبرياء كده صعب تفهمه، لدرجة إنه لو حس إنه عاجز ممكن ينتحر. النسر ده وقع في المية وللأسف جسمه تقل جدا وما قدرش يطير ولا يرفع نفسه من تاني. ومن رحمة الناس دي إنهم ما سابوش النسر لوحده في الموقف دوت، مع إنه كان صعب جدا السيطرة عليه. وبعد ما اهتموا بيه لفترة واهتموا بتغذيته النسر كان قادر يطير ويرجع حر من تاني. الخرفان حيوانات تقيلة الوزن ومش خفيفة الحركة تماما، وعشان كده الخروف ده لقوه واقع في بحيرة صغيرة. لو كان فضل كده كان مات مكانه، ولكن الراجل ده قرر ينزل بهدومه وينقذه. رجل شرطة سمع صوت كلب بيتألم جوه سور بسبب انه مشبوك بالحبال. الضابط كان ممكن يسيبه في مكانه ولكن قرر انه يساعده. اتفرج على فرحة الكلب وطريقته في التعبير عن الشكر والامتنان للضابط، وده يفسر قد ايه ان الحيوانات مخلوقات عندها مشاعر زينا. المخلوقات البحرية لو قابلت قرش النمر فده يعني انها هتقابل الموت المحتوم. عشان كده السلحفة دي كانت بتحاول تنقذ نفسها، ولكن الشخص اللي بيصور قرر يساعدها ويديها فرصة تانية للحياة. دب صغير فقد أمه وعيلته، ولما لقى مجموعة بشر حاول يطلب الأكل بسبب جوعه، ولكن الناس دي ما ترددتش لحظة وساعدته. الفيلة كائنات حجمها تقيل جدا، وجود فيل غرقان في السد ده يعني الموت لا محالة، وللأسف إنقاذ فيل زي كده في وسط المية صعب ويكاد يكون مستحيل كمان. وعشان كده الناس دي ابتكرت حل كويس، إنهم عملوا له سلم من الحبال عشان يقدر يطلع عليه، والحمد لله الفيل نجح وخرج بالسلامة. الحيتان مخلوقات بتسبح آلاف الأميال، عشان كده الحوت ده أثناء سفره بين المحيطات عدى على مياه متجمدة واتحبس جواها. الإحساس يعادل وجودك جوا تلاجة في الشتاء، ولكن الناس قابلوا تحدي صعب في تحرير الحوت من مكانه، وده غير إحساس الحوت بالخوف والألم اللي باين على صراخه، لدرجة إن الإنقاذ خد منهم 8 ساعات، والحمد لله قدروا إن هم ينقذوه. راجل لاحظ صغار السلاحف دي بتحاول توصل للمحيط لأول مرة، ولكن كانوا في مكان غلط، واكتشف سلاحف كتير زيها ضايعين، وعشان كده قرر إنه يشيلهم ويوصلهم بنفسه للمحيط. حركة لطيفة جدا. وجود فقمة بحر في المكان ده غريب جدا، ولكن الناس دي اكتشفت إنه تعبان وتايه عن بيته ومش عارف يرجع، ولكن الحمد لله إنه بعتله الناس دي عشان تختصر عليه وترجعه لبيته تاني.
الثعلب الصغير ده وهو بيحاول يدور على أكل اتزنق في كاوتش عربية، واتضح كمان انه غير انه مش مستريح بالوضع ده، ولكن كمان مش عارف يتنفس. وبذكاء الناس دي قدرت تحافظ على رقبة الثعلب وحررته من الكاوتش. للأسف الحلقة خلصت. لو عجبك الفيديو ياريت تدوس لايك وتشير الفيديو في كل مكان عشان الكل يتعلم. ولو مش مشترك على القناة اشترك وفعل الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا دايما. ياريت نوصل الفيديو ده مع بعض ل6000 لايك. سلام.